فكرة مشروع جديدة تكسر الدنيا مش تقليدية. اسم المشروع كبسولة مصرية، مشروع التوابل الملكية. ايه الفكرة؟ بيع خليط توابل مصرية جاهزة في عبوات فخمة موجهة للسوق الأوروبي والأمريكي. ليه الفكرة دي قوية؟ الأكل الشرقي محبوب جدا في أوروبا وأمريكا. الناس بتحب التجربة لكن مش بتعرف تظبط البهارات. لما تعمل خلطات جاهزة، مثلا خلطة الكشري، ملوخية، شاورما، كفتة، الناس هتحبها. التغليف مهم جدا، تعمله في كبسولات زجاجية أو أكياس فاخرة وتحط اسم مصري ملكي زي خلطة نفرتيتي، بهارات رمسيس. طريقة التنفيذ: تجيب توابل خام من العطار، تخلطها بنسب دقيقة، ممكن تستعين بشيف في الأول طبعا. تغلفها بشكل أنيق وفخم. تفتح متجر على اتسي أو ايباي أو حتى انستجرام. تبدأ تسوق فيديوهات أكل وراها رابط المنتج. في وقت الناس كلها بتقلد، وفي وقت السوق مليان مشاريع نسخ من بعض، في شاب قرر يطلع بفكرة من قلب مطبخ أمه، فكرة طعمها مصري وريحتها تشد أي زبون من أول فتحة كيس. اسم المشروع كبسولة مصرية. مشروعك يبدأ من 1000 جنيه بس أرباحه باليورو والدولار، والمنافسة ضعيفة جدا لأن الفكرة جديدة.